أورهان بيدخل على الحلقة وهو تحت ضغط نفسي وعسكري بنفس الوقت. قرار سابق لأورهان بيبدأ إنه ينعكس سلبا عليه. نيلوفر خاتون بتشعر إنها مهددة وبتحاول الحفاظ على القصر. سبورجا خاتون بتراقب بصمت وبتفهم إنه الفرصة قريبة. التوتر بين نيلوفر وسبورجا بيزداد. أورهان بيحاول الفصل بين القلب والحكم. ذكريات عثمان غازي بتأثر على قرارات أورهان. اسم عثمان يذكر كأساس للعدل والحزم. علاء الدين باشا بينصح بالحكمة وبيحذر من التسرع، والقادة الأتراك بيطالبوا بالحسم. بوران قلب يقف مع قرار الحرب. بوران بشك بولاء بعض المحيطين. جيركوتاي بيشعر بخطر داخلي وبصير يراقب تحركات غريبة. تورغوت قلب بيحضر رجاله لأنه بيتوقع خيانة قريبة، ومجلس القبيلة بينقسم لرأيين. أورهان بيحاول توحيد الصف. نيلوفر بتتدخل لإنهاء الخلاف. سبارجا بتستغل الانقسام. سبارجا بتظهر نفسها كحل سياسي، بس علاء الدين بشك بنواياها، والإمبراطور البيزنطي بيرسل رسالة تهديد، وهالرسالة بتغير حسابات أورهان. وحاكم القلعة البيزنطي بيتحرك، وتحضيرات عسكرية بتبدأ بالخفا، وفي جواسيس بتتسلل للأراضي التركية. بوران بيكشف تحركات مريبة وبيبلغ أورهان فورا. أورهان بيقرر اختبار ولاء الجميع، واختبار الولاء بيكشف شخص ضعيف إنه هذا الشخص بينقل أخبار للعدو، وجيرك وتاي بيلاحقوا، وبصير مطاردة صامتة خارج المعسكر. تورغوت بيتدخل باللحظة الأخيرة، والخائن بيوقع بالأسر، واستجوابه بيكشف خطة أوسع، والخطة بتتعلق بالهجوم على القلعة. أورهان بيغير خطته العسكرية، وعلاء الدين بيدعم الخطة الجديدة. نيلوفر بتخاف من خسائر بشرية وبتطلب تأجيل المواجهة، وأورهان بيرفض التأجيل، وسبورجا بتأيد الحرب علنا. وهذا الموقف بيثير الشكوك، ونيلوفر تشعر بالخذلان، وبصير صدام بارد بين المرأتين. وعلاء الدين بيحاول التهدئة، والإمبراطور البيزنطي بيضغط بورقة جديدة، والورقة بتكون زواجا سياسيا، واسم سبورجا يطرح بقوة. أورهان بيسكت وما بيعلق، وهالصمت بيتفسر بطرق مختلفة. نيلوفر بتنهار داخليا. بوران بيحذر أورهان من أثر القرار. جيركوتاي بدعم بوران، وتورغوت بصير يذكر بقيم عثمان. أورهان بيقضي ليلة صعبة كتير وهو عم يفكر، وبتصير ذكريات والده تحاصره، وبشوف الحكم مسؤولية مو رغبة. والصبح بياخد قرار حاسم، والقرار لا يعلن مباشرة. تحرك عسكري مفاجئ يبدأ، والقلعة البيزنطية تحاصر. قائد القلعة بيطلب دعم مباشرة، والإمبراطور بيتأخر بالرد، والمعركة بتبدأ على مراحل. وبيكون بوران عم يقود الجبهة الأمامية، وجيركوتاي بيكون عم ينفذ هجوم خلفي. تورغوت بثبت خبرته القتالية، والخسائر بتكون محدودة. نيلوفر بتصير تتابع بقلق. سبورجا تبدو ثابتة بشكل لافت، وعلاء الدين بيكون عم يدير الإمدادات. وخيانة صغيرة تحدث أثناء القتال، والخيانة تكشف سريعا. أورهان بيعاقب بلا تردد، والقلعة تبدأ بالانهيار، وقائدها بيطلب التفاوض. أورهان بيفرض شروطه. الإمبراطور بيخسر ورقة مهمة. نيلوفر بتشعر بالفخر والخوف معا. سبورجا بتدرك إنه أورهان أقوى مما بتتوقع.
علاء الدين بيشوف بداية دولة قوية جدا. بوران بيشعر إنه المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد. جوركوتاي يحذر من انتقام قادم. تورغوت بيستعد للجولة القادمة. أورهان يعود منتصرا لكن مثقلا، والشعب يهتف باسمه. نيلوفر تنظر له بنظرة مختلفة. سبورجا تخفي نوايا جديدة. الإمبراطور يخطط للرد. رسالة جديدة بتوصل بنهاية الحلقة. الرسالة بتغير كل التوازنات. أورهان بيقراها بصمت، وعلاء الدين بيفهم خطورتها فورا. نيلوفر بتشعر إنه الخطر قادم. سبورجا بتبتسم ابتسامة غامضة، وبوران بيحط إيده على سيفه. جيركوتاي بيقول الحرب لم تنتهي بعد. تورغوت بيحدق بالأفق، ونهاية الحلقة بتمهد لصدام تاريخي أكبر.